مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجنا زوم بلوس. فقرتنا توا اللقاء صغير هذا. حبينا نقدموا فيه تحية للكشافة التونسية بصفة عامة في تونس الكل. معنا فرقة أشبال البساتين للكشافة فوج سليمان. معنا القائد سي صاحبي المدب باش يحكي لنا على فرقة الأشبال، نشاطها والمخيم اللي باش تقوم به بروشينمون في بنزرت. سي أو قائد صاحبي، مرحبا بك. عايشك، بارك الله فيك وبارك الله فيكم على الاستضافة. وما نبدأ نحب نقول لكم تحية كشفية من الأعماق مرحبا للناس الكل وإن شاء الله. يعني أول حاجة نحب نبدأ بها هو فوج سليمان، فوج عريق. أول اندلاقة نتاعو عام 1949، واحنا اليوم جايين نحب نعطيو نبذة صغيرة على فوجنا وعلى فرقة الأشبال البساتين خاصة. مرحبا. نلاحظوا اللي انت اصطحبت معك اشبال من الكشافه محلاهم وما شاء الله عليهم. سي انس وابراهيم، مهاب وعمر ومحمد صادق. أنس مدبوب، هذا انس. اي اذا ف يعني نشوف فيهم فرحانين هكا وقاعدين في استوديو وعاملين جو. فكان قبل ما نكملوا معاك نحكيو مع انس هكا. انت انس به نحكيو معك، يعني ايش بالنسبه لك انت كيفاش دخلت الكشاف؟ كيفاش دخلت الكشاف؟ قرب لصاحبك الميكرو. معناها بابا قال لي عليها هو قدم شويه من قبل. معناها بابا أي. فحكى لي عليها يا اخي عجبتني تغرمت بها وليت فيها. معناتها والدك قال لك راه الكشافه حاجه باهيه وشارك فيها. باش فادتك انت؟ فانا قداش عمرك؟ انا عمري 11 سنه. 11 سنه، تقرا في السنه الخامسه من تعدي السادس. تعديت للسادسه، تقرا في السنه الخامسه تعديت للسنه السادسه. باش فادتك الكشافه؟ فادتني برشا حاجات. شنو هي الافاده اللي انضباط، اي تعلم برشا حاجات، استكشاف قرب الميكرو اماكن شوية. استكشاف اماكن برشا جدد. زيد اقرب الميكرو ما يصيرش خاطر اي اماكن جدد، تمشي بلايص ما ريتهمش، تعرف على صحاب. باهي. الانضباط شنو هو الانضباط؟ انت قلت لي من الاول بون تتعرف على بقايا جدد لك شنو هو الانضباط؟ كيفاش تمثل الانضباط؟ الانضباط معناها تكون مثلا انت تكون ماكش تعمل في فرشك، كي تمشي للكشاف تولي تعملوا فرشك. ما فهمتكش. معناها انت ماكش تتوي في فرشك في دارك. تمشي الكشافه تولي تتوي، كي تروح داركم تولي تنجم تتوي. معناتها تتعلم كونك فما حاجات تعملهم وحدك. مثلا حاجه اخرى ترى ابراهيم، زيد وصلني في نقطه الانضباط. شنو هي الانضباط؟ الانضباط هو معناها كان انت عندك سداسي لازم تخليه منضبط كي تمشيو لبلاصه. معناها عندك شنو؟ السداسي شو معناتها السداسي؟ معناها فيه عريف ومساعد وافراد. ما شاء الله عليك. اي كي تمشي معناها البلاصه ما مشيتلاش قبل اي وهزيت معك السداسي لازم تخليه منضبط قدام الاشبال الاخرين معناها. اي فاش يتمثل انضباط؟ وشنو التعليمات نتاع الانضباط؟ ما فاش تمثل انضباط مثلا في كما صديقك قال راهو نطويو فروشات. هو صديقي قال نطوي فرشنا هذيك كيما انت ماكش تغسل معناها في المعون كي تاكلوا. كي تمشي الكشافه تولي تغسل وترجع للدار تولي تغسل معاه. معناتها الكشافه تعلمك الحياه الصحيحه. الحياه معناها اللي في دارك تعودها في الكشافه. صحيح. معناتها بالنسبه لك انت الكشافه تخليك تعيش بطريقه حضاريه، بطريقه تعمل فيها زاده على نفسك. صحيح. يعني هنا فيها التعويله على الذات. يعطيك الصحه. باهي. سي صاحبي قائد صاحبي معنا في الكشافه نقولوا قائد صاحبي. شكرا. باهي. سي صاحبي معناتها بالنسبه لك انت الوليدات هذوما تلقى معهم صعوبه كي تخرج يعني في النشاط الكشفي معناتها في المخيمات ولا في النادي بيدو ولا؟ هي صعوبه ما ثماش. علاش؟ خاطر ما عادش تولي براني على قائد، لا القائد وولده كيما انس، كيما مهاب، كيما ابراهيم، كيما عمر، كيما البقيه اللي ما جاوش، الكل يولي اولادك. بالعكس ربما تخاف على اولاد الناس اكثر من ولدك. معناتها هنا وكانك تقول لي هي مسؤوليه نتاع اطفال، لكن في كبيرة. نفس الوقت هي مسؤوليه يعني
مسؤوليه نتاع الحفاظ عليهم، ثم مسؤوليه نتاع تعليمهم وتربيتهم التربيه الكشفيه، معناتها اصول للتربيه الكشفيه. اول حاجه كي جينا شبل من 6 سنين، هو العمر نتاعه 6 سنين ل 12 سنه، اول حاجه نسوا عليها هي القرايه. في قرايته ممتاز مرحبا به، في قرايته ماهوش ممتاز. اي لكن مو باهي كيف يبدا، حتى يبدا متوسط نعاونوه ونعلموه حاجات يعني ونحفزوه باش احنا الحافز عاملين، وهو بالعكس كي نقولوا له يعني تقرا يعني ممتاز مرحبا بك، هو وحده باش يقول ايه وباش يحاول يعمل اللي يلزمه يتعمل بالضبط. يعني باش كانك باش تخلق جو من المنافسه فيما بينهم، وبطبيعته حتى اللي ماهوش متميز حتى وقت الامتحانات نجيبوا لهم شكون يوريهم وشكون يقريهم ونعملوا دروس خاصه بهم، ومجال القائد اللي يعرف اكثر هو اللي يتلهى بهم يعطيك الصحه. باهي انتم عندكم مخيم باش تمشيوا له، لكن في سليمان يعني انتم كشافه فوج البساتين بسليمان، شنو هي الانشطه الموجوده في سليمان اللي تشارك فيها الكشافه عاده وتكون معناتها بارزه الاعمال اللي تقوم بها والنشاطات اللي تقوم بها؟ هو الكشافه الاعمار هو عندنا كبار وصغار ومتوسطين، الاكثريه في الانشطه الثقافيه ديما تلقى الكبار، يعني جواله تلقى كشافين. الاشبال ينشطوا في انشطه مثلا كي تبدا ثم انشطه ثقافيه في رسم، يخرجوا مخيمات، يخرجوا دراسات، يخرجوا في كما تو عندنا اخر مره مشاو يوم الشبل خذوا فيه جائزه، فهمني هاي البرد سيدا ما دخلناهاش، فهمني البروفيل خذوا يعني خذوا جائزه، وكانوا من احسن الاشبال اللي موجوده مع اشبال اخرين. في بعض الانشطه المدنيه يعني في البلاد كيما سي جاب لك حل استوديو، جاب لك شكرا نجم توريها للكاميرا. اذا هذه يوم الجهوي للفتيان في قليبيا. يعني هذا في قليبيا نهار 18 جوان 2023 فوج سليمان الكشافه التونسيه تحصل على البروفيل الصغير هذا. بالطبيعه هو صغير في شكله لكن كبير في معناه، لكن كبير في معناه يعني كبير في الحركه نتاعو. فهنا نشوفوا اللي بالنسبه لكم ان شاء الله مبروك عليكم على الكل. بارك الله فيك. ثم قلت انا كنت قبل يدخل لنا الجائزه قلنا اللي فما انشطه تقوم بها الكشافه مثلا في البلاد، فاش تساهم عاده؟ المساهمات ابار المخيمات وابار الخروج في جولات وابار فاش تساهم؟ شنو هي الاشياء اللي تساهم فيها؟ مثلا في يوم عيد الشجره تلقانا موجودين، في يوم 20 مارس عيد الاستقلال تلقانا احنا اللي نرفع الاعياد الوطنيه خاصه الاعياد الوطنيه الاغلبيه تلقانا موجودين فيها ونساندوا فيها. تلقانا زاد في رمضان نعملوا مائده الموائد الافطار، وتكون الاشبال هي اللي تشرف على المائده هذيك. يعني في جمعان زاد بعض الاعانات للعباد، في بعض الاحيان نلقاو انا واحد سامحني انا واحد من الناس مثلا في قليبيا نشوف اللي اولاد الكشافه تلقاهم قاعدين قدام الفضاءات الكبرى لمجازان الكبيره عندهم لي شاريو، وكل واحد يحط حاجه، وفي الكشافه يقع تنظيمه وتوزيع على العائلات. كلها عملناه في جائحه بالكورونا، يعطيكم الصحه. عملنا زاد عملنا لما نتاع حبينا ناخذوا يعني اضحيه للناس اللي ماهمش قادرين عليها، يعني الفقراء المعوزين. وديما بقدرة ربي حاضرين، وفوج سليمان ولا فرقة أشبال البساتين ديما إن شاء الله حاضر. باهي تساهموش في بعض حملات النظافة وما أحوجنا ليها تو في الصيف أكيد خاصة؟ أكيد. آخر مرة وعندنا تصاور هبطناه، آخر مرة عملناها في جبانة حشيك، ومشاو الأشبال وعملوا يعني نحاول الحشيش من القبورات، وعاونوا يعني بلدية سليمان، وكان نهار كبير برشا عشتوت. يعني مثلا تفكروش باش يكون نشاط صيفي عندنا في البرنامج نتاعنا ان شاء الله باش يكون يعني قبل المخيم باش نمشيو نعملوا نهار ونعملوا يوم نظافه ممتازه. حتى من احنا ماذا بينا ما يقتصرش على يوم، هو الصيف ما يمتدش برشا، يعني شهرين كان نعملوا نشاط اسبوعي كل يوم يمشيو. احنا مقسومين نهار مثلا تعمل الاشبال، الجمعه الجايه تعمل فرقه الكشافه، الجمعه اللي بعد تعمل فرقه الزهرات، الجمعه اللي بعد تعمل الجواله، فهمني؟ يعطيك الصحه قائد صاحبي. باهي قائد صاحبي، انتم باش تمشيوا في مخيم لمدينه بنزرت، تحكي لنا شويه على المخيم هذا، عرفنا به وحكينا عليه معناتها باش والله باش ما نقولش اناني، هو
كانت سبقونا الجوالة مشاو خيموا في بنزرت. هذا مخيم دولي اسمه مخيم الفنون، شاركت فيه فرقة الجوالة بقيادة قائد رامي واللي معاه، وكان يعني مخيم ممتاز وروحوا فرحانين الأفراد والقادة، وكان مخيم ممتاز. تو باش يكون عندنا مخيم فوج في أشبال، في زهرات، في مرشدات، في دليلات، إن شاء الله باش ينطلق يوم 29 جويلية ويوفى نهار 5 أوت إن شاء الله باش يكون في بنزرت. والبرنامج نتاعنا برنامج كبير. انا كنت باش نسالك على البرنامج لمحل، اعطيني لمحه صغيره على البرنامج. هو البرنامج يعني نحكيك شويه، برنامج الفني نتاعهم يكون مثلا الفقاعه نتاعهم السبعه، نعملوا احنا حمله ندخلوا البيوت ونشوفوهم خاملين ولا لا، تفقد، حمله تفقد، حس التفقد لحث الصغار على التطبيق باش تلقى فهمتني فرش مخمل، حوايجهم متويه زي حوايجنا لهذا الصغار الكل. وهذا كله ان شاء الله نتفاهم مع قائد بشير، مع المناسبه قائد بشير معايا في فرقه الاشبال، مخرج نتاعنا سي بشير العزابي. سي بشير العزابي ملم ما شاء الله عليه، ملم ان شاء الله باش يكون البرنامج نتاعنا لايف ويتعدى ويراو الوليدات هذوما شنو النشاط نتاعهم وشو، وبعدها متحية العالم وتنطلق الأنشطة الصباحية حتى نص النهار، يوقع ما يساعد من بعد الفطور، بعد عندنا قيلولة حتى الأربعة تعرف تو شمس وهذه صغيرات صحيح، وبعد الخمسة ننطلقوا في الأنشطة المسائية نتاعنا. يعطيك الصحة قايد صاحبي. باش نرجع شوية لأنس وإبراهيم. إبراهيم هكا ولا لا؟ إبراهيم أنت تو ماشي لبنزرت هكا ولا لا؟ تحضر في روحك. شنو يعني شنو تنتظر من المخيم هذا؟ يعني شنو حسب رايك شنو تنتظر منه؟ انت ظهر فيك ما شاء الله عليك في القرايه، خاطر نسال فيك باللغه العربيه علما كوني انا نقري راني انت مقري صغيرات كيفكم، ف شنو تنتظر منه؟ ننتظر برشا حاجات، مثلا نعطيني بعض العاب. باهي معنا نعملوا انشطه غادي اخرى بخلاف الالعاب. قرب شويه الميكرو، هبطوا شويه ليك، هبطوا من فوق اي هكاك صحيت. وننتظر زاد نعملوا مسابقات رمليه، اي ونعملوا معناها مسابقات بحريه في السباحه وكل وبرشا حاجات اخرى. باهي انت تقرا كيف السنه الخامسه هكا ولا لا السادسه؟ السادسه نجحت للسابعه، نجحت للسنه السابعه. باهي فماش صغيرات كي تمشي للمكتب تحكي لهم على الكشاف وتحكي لهم مش فما وش ما فماش عمل، ويبداو يقولوا لك والله ما صاب نمشي وما صاب نشاركوا ما صاب نخرجوا. زملائي في المدرسه اصدقائي نحكي لهم، فما اللي يقولوا لي نجم نجي وما يجيوش، فما يقولوا لي ما تجيش. حسب رايك شنو المانع؟ يمكن حسب رايك خاطر فما اصدقائي يسكنوا بعاد ما نجمش يجيو. اي فوالا معناتها ولا امهم وباهم ما يحبوش، ولا ابوهم ما يحبوش. يعطيك الصحه يا ابراهيم. انس كيف هاي انس قول لي انت ايش تنتظر من نستناو في برشا نستناو في برشا انشطه وبرشا جو ومسابقات رمليه. معناتها انت متشوق برشا باش تعمل برشا تصاور وباش تعمل عندك كونت فيسبوك انت وانت عندك كونت فيسبوك ما شاء الله عليك، تعمل فيه تصاور كشافه وجوكم وتزيد تتعرف غادي على اصدقاء اخرين. يا سيدي يعطيكم الصحه وان شاء الله طبعا مخيم ناجح وان شاء الله تعملوا جو. سي او القائد صاحبي كان عندك حاجه تحب تزيدها او تحب تقولها؟ مرحبا بك. عايشك بارك الله فيك. نحب نقول للناس اللي تتفرج فينا راهي الكشافه هي بالاساس يعطيك الصحه تربويه حاجتي ثقافيه تنشيطيه. نحبوا نكونوا يد واحده، نحبوا نعرفوا راهي الكشافه بسليمان ديما بن علالي والفرق الكل ناشطه ومرحبا به اللي يحب يجينا. وراهم هذوما الحاجه الاولى راهم وليداتنا، ورانا اللي يعطينا ولده يكون مطمان، ورانا يعني وليداتهم راهي امانه في امانه. اكيد كاين واحد عطاك كبتو، اكيد هذا كيما كان عطاك كبتو وعطاك كبتو ديجا فهمني. احنا نكونوا محافظين، وصدقني حتى كي نمشيو احنا القاده والله العظيم ما نعوموش، لقينا في وسط البحر شادين حبل وباش نخافوا على وليداتنا، وفي الماكله نذوقوا احنا قبل حفاظا على وليداتنا. وانا حتى المخيم الصيفي هذا
ننهزوا طباخ، وطباخ يكون متمكن، وطباخ بيده هو قائد، والقائد الفوز زاد يكون حريص علينا الكل، وكلنا نكونوا يد واحده. ووقتاش نبرحوا، وقتاش نكونوا شيخين، وقت اللي نكملوا المخيم وكلهم يروحوا لدارهم لاباس ويكونوا هما فرحانين. خاطر كي باش يحكيوا للاولياء بالايجابي، هذا احنا ما يزيدنا كان عزيمه، وما يزيدنا كان باش نكونوا خير من هكا، ونحبوا نكونوا اقوى من هكا. يعطيك الصحه قائد. ان شاء الله قبل ما نكمل نحبوا من الاولاد يعطيوك صحيحه. قائدنا نون نحبه لأنه يحبنا. قائدنا نون نحبه لأنه يحبنا. يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة الأولاد. نجم نتكلم؟ تفضل تفضل تفضل. أنا نحبذ الناس اللي يقولوا الكشافة خايبة. وكي يبعثوا ولادهم أمانة عند يعني عند القائد أو واللي يقول راهي الكشافة خايبة راهي غلط. معناتها أنت تدعو أصحابك الكل باش يجيوا معاك للكشافة. يعطيك الصحة. عايش خويا وعايش ولدي. سامح شو اسمك أنت؟ محمد الصادق. محمد الصادق. مرحبا بك. مرحبا بك سي صاحبي. يعطيك الصحة. من خلالك أنت ومن خلال الوليدات هذوما محلاهم نقدموا تحية كبيرة للكشافة التونسية عموما، لكل الأفواج بالجمهورية التونسية الكل. واحنا الناس نعرفوا اللي الكشافة خرجت أجيال وأجيال كبيرة. أنا واحد من الناس من الموقع هذا نترحم على روح القائد الكشفي إلياس حمزة في قليبية، لأنه كان صديقي برشا. من خلاله هو طبعا تحية للكشافة في قليبية، تحية الكشافة في سليمان، تحية الكشافة في كامل أنحاء الجمهورية. الكشافة بطبيعة اللي عندي أنا، الكشافة هي مدرسة للسلوك المهذب وللسلوك الجيد في كامل تونس. تحب تزيد حاجة سي صاحبي؟ احنا لحظة بالنسبة لفرقة الأشبال، نشطنا وتربينا وترارانا، زاد ما ننساوش القائد شكري حمامي. كي تقول شكري حمامي يقول فرقة الأشبال، نشكره من البلاصة. تحية لي. تحية لي وتحية للقائد الفوج، تحية للناس الكل، تحية للقادة الكل، تحية للعباد الكل، وتحية للصغيرات هذوما اللي اليوم فسخانة ذي أباو كان يجيو ويحبوا يقدموا ويحبوا يعطيوا فكرة باهية على فرقة الأشبال. يعطيكم الصحة. إذا شكرا القائد صاحبي، شكرا للأشبال اللي كانوا معنا، عرفونا بالكشافة، عطونا نشاط مزيان برشا. إن شاء الله مبروك عليهم الجائزة. وهكاك نكونوا كملنا فقرتنا الصغيرة لقاء اللي هي فاجأنا بها اليوم سي بشير العزابي المخرج. ما كانتش مبرمجة قائد بشير العزابي، لكن هو هنا مخرج مش قائد. إذا فاجأنا بها سي بشير العزابي المخرج وقائد بشير العزابي، ما كانتش مبرمجة، لكن أنا فرحت بها برشا. استمتعت مع الصغيرات، استمتعت مع قائد صاحبي. يعطيكم الصحة. ونمروا لفقرتنا على طاير من برنامجنا وفاصل ونعود. شكرا سي باشا.